عارف ليه فيه ناس بتخاف من غلاء الأسعار وناس تانية بتفرح؟ لأن ببساطة فيه ناس بتشتري المنتج وناس تانية بتمتلك الشركة اللي بتبيعه. لما سعر الحديد أو السلع أو العقارات بيزيد، الفلوس غالباً بتروح للشركات والمصانع اللي ورا المنتجات دي. وعشان كده بدل ما تفضل طول عمرك مستهلك بس، البورصة بتديك فرصة تبقى شريك ومالك في الاقتصاد نفسه. وعشان كده الناس اللي فاهمة فلوسها صح دايماً بتراقب الشركات القوية اللي موجودة في مؤشرات البورصة المصرية زي EGX 100 أو مؤشر الشريعة، لأنهم بيدوروا على شركات عندها أرباح حقيقية، نمو بيحصل على أرض الواقع، وإدارة تعرف تكبر وقت الأزمات مش تقع فيها. البورصة مش مكان للمقامرة، البورصة مكان تشتري فيه جزء من اقتصاد بلدك. كلمة سر من عم حسن: ما تحطش جنيه في سهم إلا وانت فاهم الشركة دي بتكسب إزاي. ولو عايز تفهم البورصة المصرية ببساطة ومن غير تعقيد، اعمل فولو EGX ماب. أنا عم حسن وده EGX ماب، دليل البورصة المصرية.